السلام عليكم في كل مكان في كل زمان. كيف تحدث الان مقطع جديد، حلقه جديده من قصصكم. صراحه يا الشعب كلهم برش علي، وينك يا محمد؟ قاطع 3 اسابيع سفريات وزواجات وحركات. فاعذرونا يا جماعه. تنويه بسيط، انا ما تابعني في السناب شات، صور الشاشه الحين وتابعني في السناب شات يا صاحبي عشان كواليس وحركات وسوالف، وننزل قصصكم هناك بعد. وهذا الايميل الدعايه والاعلان، يعني نفيد ونستفيد. فبس اللي يبغى شيء يراسلني على الايميل هذا. بس نقول جيبوا حركات كويسة معك، حمضيات وفشار وحركات كويسة، وطفى النور ولا منخرشها. بس نقول كنترول، عطل ميوزك، ونقول جو. القصة الأولى، هلا فيك كلفة. هذه القصة قالها لي أخوي الكبير. يقول كنت أدرس الجامعة في جدة قبل 10 سنين، وكنا ساكنين في بيت شعبي قديم، والحارة اللي البيت فيها نسمع أن أغلبها سحرة ومشعوذين. المهم مرت الأيام وشريت طابعة كتابية اللي تكتب فيها ويطلع لها صوت. نظام قديم، تشك 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 تشك، أتوقع زي كذا صوت. بعد ما كتبت فيها وخلصت من عملي في وقت متأخر، قمت بروح للحمام وارجع انام. يقولوا انا بالحمام اسمع الطابعة تكتب من نفسها. حاولت اكذب على نفسي واقول معلقة، بس الغريب انها كانت تكتب بسرعة. واول ما فتحت الباب حق الحمام بروح لها، سمعت صوت واحد كأنه يركض. تجمدت عظامي ولا قدرت اروح اصحي خويي نايم في الغرفة. وبعد فترة صح خوي يبي الحمام في الليل. سمع صوت عند الدرج واحد كأنه يكلم شخص ثاني معي، يقول لا تخلي أحد يدري عن المكان. طبعا خاف وعلم أخوي ودقوا على الشرطة وجات، وما حصلت أثر رجول، وكان تحت الدرج غبار، ومن السهل تجي عليه طبعات رجول بس ما حصلوا، وغيروا البيت وراحوا في شقة. أتمنى تقول قصتي أخوك بدر التميمي. في حارة مشعوذين وسحرة. القصة الثانية، القصة هذه قالها لي ولد عمتي، هو شيخ يقرأ على الناس وكذا. يقول كنت أقرأ في استراحة، وبعد ما خلصت جاني واحد قال لي أبيك تجينا ببيتنا تقرأ على جدتي، ما تقدر تتحرك وكذا. وقلت له خلاص، واتفقت معه في اليوم الفلاني أجي. جاء اليوم هذا ورحت لهم بالبيت، طقيت الباب وفتح لي الرجال هذا وسلمت عليه، وقال لي اجلس في المجلس لين أجهز الوضع داخل وأنا أجيك. قلت له زين. بعد ما جلست جاتني بنت صغيرة وقعدت أسولف معها، كيف حالك يا حلوة وش اسمك؟ ما ترد. طنشت الموضوع وطلعت جوالي بكلم. في أقل من ثانية نظرت البنت ما هي موجودة ولا سمعتها قامت ولا مرت من جنبي. يقول والله العظيم رغم اني شيخ والحمد لله قد مرت علي اشياء زي كذا، بس هالمرة خفت. قعدت انادي الرجال لأنه طول. بعد دقائق جاني وقال ادخل. دخلت عند جدته وقعدت اقرا، وقعدت تتكلم وتقول بنتي يا ويلك لو يصير لها شيء. طبعا هم ما فهموا وش قاعدة تقول، بس هي كانت تقصد البنت الصغيرة. خلصت القراية عليها وقمت بروح. لحقني الرجال وقلت له ترى بيتكم فيه جن، اطلعوا منها أحسن لكم، ولا أدري وش صار عليهم للحين. أخوك عز الخالدي. يعني اللي في العجوز يقول للشايب، يقول للشيخ قصدي بنتي لو يجي هالشيء. اقسم بيت الله المطاوع قوية قلوبهم. معلومة، الجن يتعمدون إخافتك بتحريك الأشياء القريبة منك أو إصدار بعض الأصوات. إذا حدث معك مثل ذلك فلا تظهر بأنك خايف. القصة الثالثة، سلام يا كلفة، من أشد متابعينك. مرة كنا طالعين للاستراحة حنا وأهل عماني وخالاتي، بعد ما خلصنا سوالف آخر الليل الكل بينام وباقي أنا وأختي الصغيرة. طلعت بالحوش إلا أشوف أخوي جالس عند الباب، وكان ملقي بهرج يعني ما أشوف وجهه. كشت جسمي لا إراديا وخفت وقعدت أركض وأضحك، حسبت بيناظر فيني ويقول وش فيك ولا أي شيء. بعد ما وصلت الباب حق الاستراحة اللي يدخلني نظرت أخوي مو موجود. قلت لأمي وخافت على أخوي وقامت بتروح قسم الرجال. حصلته نايم ورب البيت ما نمت ذيك الليلة. ومرة عمتي تقول واحد يصحيني في الليل صغير، وكانت حسبة واحد من بزاريننا، ورجعت نامت ورجع يصحيها ثاني مرة، وقعد يركض وطلع من الغرفة. وقامت وراه وشافت يدها كأنها بصمات سوداء. بصمات سوداء. راحت تغسل وهي ميتة من الخوف، تقول ما تطلع من يدي واغمى عليها، وللحين تعاني من هالاشياء. اختك ود الحربي. كيف يعني صحت اخر الليل وشافت كانها بصمات سوداء، راحت تغسل ولا طلعت؟ القصة الرابعة، هذه السالفة هي كلفة والله صدق، ولو تسأل عنها بتصدقني أكثر. بين ديرتنا والمدينة مفرق صحراء، نفرق معه ونروح لديرتنا. المفرق هذا كل من جاء معه فالليل يشوف واحد يأشر، أقسم بالله كل واحد يقوله. المهم مرة جاء ولد عمي وبنشرت سيارته عند المفرق قبل المغرب بشوي. يقول حاولت استعجل قبل الليل وكنت خايف من هذا اللي يجي ويأشر. يقول فكيت الكفرة وباقي أركب الجديدة، وبعد دقائق وانا اركب الكفر الجديد سمعت صوت من وراي يقول تبي مساعدة،
بردت عظامي ولا تحركت ولا سويت أي شيء. قعدت تقريبا 5 دقائق ولا ما سويت شيء. كملت شغلي وركبت الفرع وركبت سيارتي وما نظرت وراي. أول ما حركت من مكاني نظرت بالمراية اللي تعكس على ورا، شفت اللي أشر دايم واقف عند صندوق سيارتي. والحين ولد عمي هذا ما يسافر في الليل لو تموت، أخوك مشعل الشمري. وش وضع ده يا عيال؟ يجي يأشر. طيب يعني ما حد قد وقف له وشاف وضعه يعني. معلومة من أنواع الجن المشهورة في منطقتنا الغول، وهم دائما يظهرون للمسافر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إذا تغولت بكم الغيلان فنادوا بالأذان. يطلعون المسافر يعني أكيد اللي قبل شوي يعني يأشر. القصة الخامسة، هذه سالفة صارت مع أخوي في بيت جدي. يقول كنا كاشتين في البر ونبي نتعشى هناك. أرسل أخوي يجيب لهم المسجل من بيت جدي. طبعا البيت بعيد عن مكان كشتتهم. فيقول أخوي إنه كان يخاف من البيت إذا كان فاضي، بس ذاك اليوم قدام الرجال ولا بيقول لهم إني خايف. المهم راح ودخل البيت. المسجل كان في غرفة جدتي، وغرفة جدتي آخر البيت، يعني لازم تمر من البيت كله عشان تجيها. بعد ما دخل من عند الباب حق قسم الحريم، سمع صوت مسجل شغال ورقص حريم في غرفة جدتي. حرقت يا عيال. وين وصلنا؟ خاف وقاعد يفكر من هذولي. قال أكيد البنات قاعدين في البيت واستانس وراح يمشي للغرفة. فتح الباب طلع مقفل. وقف صوت الأغاني والرقص وقاعد يطق الباب ما حد فتح. تذكر ان جدتي قايله له ترى المفتاح حطيته في درج مكتبة التلفزيون. ورب البيت انه قاعد في مكانه لين جاء خالي ومعه ولد عمتي، يقولون لقيناه جالس جنب الغرفة ويرتجف، ولا قال لهم السالفة الا بعد شهرين. القصة الثالثة، هلا فيك كلفة ومتابعينك. حبيت أشارككم قصة. سافرنا لديرتنا في الجنوب قريبة من النماص. طبعا ديرتنا أغلبها جبال ويا كثر ما نسمع عنها سوالف جن. جينا عندهم وكان وقتها برد. راح عمي بيجيب العامل حق المزرعة عشان يتعشى معنا. يقول عمي جيت عند المزرعة وقعدت انادي العامل عبد الرزاق. يقول رد علي وقال ها وكأنه بعيد. قلت له تعال انتظر عمي ربع ساعة ما جاء. نزل عمي معصب وبيشوف هذا وين راح يم جهة الصوت، وكانت الغرفة حقت العامل بابها مسكر. وقف عند الغرفة وقاعد ينادي. يقول أشم ريحة نار قريبة مني. حسبتها نار مشغلها العاملي يبغى يتدفى عليها. دورت النار هذه ما لقيتها. بعد لحظات اتصل عليه أبوي قال له ترى عبد الرزاق جاء مع فلان بس تعال. يقول والله العظيم إني أركض حتى العاني نزلتها وركبت السيارة وعلى البيت على طول. وبعد ما قال السالفة لهم قال له عبد الرزاق إنه يشوف واحد يشبه له يشتغل في نفس المزرعة، وما كان يطلع إلا المغرب قبل تغرب الشمس دقائق. أتمنى تقول متابعك عبد العزيز الشيخ. يعني حتى العامل يشوف شخص يشبه له يشتغل في المزرعة يعني قبل المغرب. تبغون يكمل قصص يا عيال؟ إلى هنا يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يا جماعة أنكم تعذروني، قسم بالله يا عيال إني أحاول قدر ما أستطيع إني أصور لكم قصصكم. راح يكون المقطع الجاي قصصكم. راح أخذ القصص من الكومنتات، فاكتبوا قصصكم في الكومنتات وبس. لا تنسى تشترك في القناة إذا ما أنت مشترك، واللايك يا صاحبي عشان تحفزني، وانشر المقطع. يعني اللي بيكتب قصته من عيال عمك شيء يخرشهم يعني. بس إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم. تخيل يا محمد الكاميرا طلعت ما تسجل. يا الله، تبغون نسجلكم ثاني مرة؟